بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشتا بقى يا بنات يعني لازم معجنات. هنعمل كده مع بعض النهاردة قراص بالشمر والسمسم وحبة البركة. المقادير هنا كده معايا ده كيلو دقيق منخول، عندي هنا لبن، خل، سكر، دي كوباية زيت على سمنة، عندي ورقة فانيليا، ورقة خميرة. هنبدأ كده في الأول الدقيق ده أنا نخلاه جدًا يا بنات عشان يبقى حلو، هانزل بالخميرة كده والمكونات الجافة كلها على الدقيق. طبعًا أنا محمصة الشمر والسمسم ده يا بنات. هابدأ أنزل كده بمقلعتين سكر كبار ومقلعة ملح. يالّا يا بنات يا ريت تشجعوني وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وأهلًا وسهلًا بحبايبي اللي نوروني وشرفوني. متحرمش منكم أبدًا يا رب، نفسي القناة تكبر بيكم كده يا رب العالمين، ما اتحرمش منكم منطقتكم الحلوة دي أبدًا يا رب. هنبدأ كده مع بعض نقلب المكونات الجافة دي كده مع بعض. كده هانزل بورقة الفانيليا. طبعًا ورقة الفانيليا دي بتخلّي لها ريحة وطعم حاجة آخر جنان يا بنات، حاجة كده قمر بجد. هابدأ أقلب كده المكونات الجافة مع بعض. دي يا بنات المقادير ديّة على قد كيلو دقيق، كيلو دقيق واحد بس. هابدأ أقلبها كده مع بعض. هابدأ أنزل كده بكوباية السمنة على زيت، وهانزل بمقلعتين الخل يا بنات، دي المادة الرافعة معايا. وهابدأ كده ألم العجينة مع بعض، وبعدين أعجن بعد ما أقلب كده في بعضه الأول. يالّا يا ريت تشرفوني بقى وتقولوا لأصحابكم كده، ويا ريت تشجعوني دايمًا يا بنات، ويا ريت تقولوا لي كده على كل وصفة باعملها رأيكم فيها في الكومنتات. وصفة جميلة وسهلة وجربوها يا بنات. طبعًا في الشتا بقى، الشتا بيحب السقسقة، والواحدة بقى قاعدة متدفية كده مكسلة تعمل إيه، تعمل القرص دي بقى كده مع كوباية شاي بلبن، تبقى حاجة جميلة جدًا تعمليها لأولادِك. هانزل كده باللبن وأبدأ أقلب واحدة واحدة. طبعًا مش هاقدر أقول لِك لبن قد إيه، لإن حسب ما الدقيق ياخد معاكِ. هابدأ أحط شوية بشوية لغاية لمّا العجينة تلم معايا. طبعًا لو عايزة تعجنيها بمَيّة طبعًا ما فيش مشاكل خالص، دي شكلها بعد ما عجنتها يا بنات. طبعًا أنا قعدت 10 دقايق أعجن فيها عشان تبقى عجينة متماسكة وسهلة معايا بالشكل ده كده. دي كده أنا سِبتها، بعد ما سِبتها كده شوية هابدأ بقى أقطّعها، أسيبها تخمر كده شوية. بقت معايا بالشكل ده كده يا بنات. كانت عجينة طرية وهشة جدًا، وغير برضه هنشوفها في الآخر كده كانت خفيفة وهشة دايمًا. يالّا يا ريت تعملوا لي لايك يا بنات وتشجعوني. هابدأ كده أقطّعها معاكم أو أقرّصها زي ما أنتم بتقولوا. طبعًا هابدأ أقطّعها كده وأقرّصها التقطيعة اللي أنت عايزاها. طبعًا لا هاعملها لا كبيرة أوي ولا صغيرة أوي، هاعملها وسط كده قد حجم إيديكِ يعني. عايزة أقول لكم إن هي كانت جميلة جدًا يا بنات. يالّا قومي اتشجعي كده واعملي لِك قرصتين. عايزة أقول لكم إن كل الدقيق ده عمل لي كمية حلوة وجميلة جدًا. هابدأ أقطّعها كده الأول كلها على الصينية دي، وأرجع تاني بقى أبدأ أبطّطها في الصينية اللي هي هاخبز فيها على طول. طبعًا تقطّعها بقى زي ما قُلت لِك حسب التقطيعة اللي أنتِ عايزاها. طبعًا باحاول أعملها صغيّرة كده بالشكل ده كده. عايزة أقول لكم العجينة كانت جميلة يا بنات، كل ما تعجني في العجينة أكتر كل ما تطلع معاكِ حلوة ومتماسكة وهشة كده. أهو بالشكل ده كده يا بنات. يالّا بقى يا ريت تشجعوني وتعملوا لايك كتير، كتير، كتير. هابدأ بقى أخلّصها بالشكل ده كده. هابدأ بقى أغطّيها وأبدأ آخُد بقى أول واحدة أنا قطّعتها، أبدأ أبطّط فيها بالشكل ده كده. طبعًا في المرحلة ديّة أكون أنا مشغّلة الفرن على درجة حرارة عالية. لازم تشغّلي درجة حرارة الفرن على درجة عالية. طبعًا لو عندِك أعلى من 200 ممكن تعمليه. لازم تدخلي على فرن سخن يا بنات. طبعًا لو عندِك الشواية طبعًا ما بتشتغلش، هتسوّي من تحت وتحمّري من فوق. عايزة أقول لِك إن هي ما خدتش وقت في التحمير معايا في السِوَى يعني، وكانت جميلة جدًا. يا ريت تجرّبوها يا بنات هتعجبكم.
وخفيفة جدًا ولطيفة وتغيير كده. هابدأ كده أبطّطها بقى من الصينية، طبعًا هاسيب بين كل مسافة وقرصة وقرصة مسافة كده بحيث إنها ما تلزقش في بعضها. طبعًا هي عجينة ما بتلزقش، هي متماسكة وحلوة معايا. طبعًا يا بنات في الآخر خالص هاعمل وشّها بلبن، بس أنا طبعًا مش عارفة اللقطة دي ما جاتش معايا ليه. طبعًا هتجيبي لبن وتبدئي بالفرشة بقى تعملي الوش بتاعها ده، عشان تتحمّر وتطلع معاكِ جميلة. حمّرتها كده يا بنات وطلعت معايا بالشكل ده كده. عايزة أقول لكم قد إيه كانت هشة وطرية، وكان طعمها جميل بجد. طبعًا أنا عملت كده كوباية شاي بلبن، وكانت جميلة جدًا يا بنات وطرية. طبعًا عايزة أقول لكم كانت فيها كمية طراوة جميلة جدًا بالشكل ده كده، شوفي أنا باضغط عليها طرية إزاي. عايزة أقول لكم إن أنا أول مرّة أخبز القرص يا بنات لوحدي، طبعًا كانت ماما بتعملها معايا ربنا يخلّيها لي يا رب. عايزاكم بقى تقولوا إيه رأيكم فيها، وأنا باعرف أخبز والّا لأ. عايزة أقول لكم إن كانت جميلة جدًا وكان طعمها حلو، ويا ريت تجربوها. يا ريت الوصفة تكون عجبتكم، يا ريت أكون عند حسن ظنكم، وجربوها يا بنات وصفة حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.